يا خالو، ازيك يا حبيبي وازاي الناس عندك في البلد؟ عايز حواله؟ ليه يا خالو؟ ساندوتش ميكر؟ قال انت انحرفت وبقيت بتاكل توست؟ حاضر يا خالو، بس هو ايه حواله دي يا خالو؟ يا خالو عيب، ما يصحش، قلت لك 100 مره دي اختك، والله مامي هتزعل لو قلت لها. هو يعني ايه حواله؟ في حد الله يبارك له راح فهم بتوع بنك اسكندريه ان انا بفهم في المصطلحات البنكيه، فلما جم يسالوني قلت لهم طبعا من العين دي قبل العين دي. فيا جماعه يعني احنا مع بعضينا، ها، عشان هي ارزاق وربنا يستر. تعرف يعني الحوالات؟ عن الايه؟ الحوالات. الحوالات ده؟ ما قصدك مثلا التحويلات؟ التحويلات في التحويلات يعني الدولارات واللي هو الين الصيني. مبلغ مادي، تمام، بيبقى واحد عايز يبعته لشخص اخر، تمام، بس في فرق ما بينهم كبير جدا في المسافه والزمن، فبيبقى محتاج حد يقوم بالموضوع ده بالنيابه عنه. حد احول لحد مثلا، ممكن تحويل نقدي او تحويل مادي. عاوز تحول فلوس مثلا كده وحاجات زي دي؟ ماشي. طبعا. انت بقى تعرف ايه؟ حواليين؟ الحواليين؟ لو محول. بالنسبه لبرنامج البنوك مثلا قصدك؟ انت تعرف ايه عن الحوالات؟ ده السؤال. انا عايز جمله مفيده. الحوالات البنكيه بتتم من الخارج لداخل البلاد عن طريق البنك. يعني مثلا لو والدي مثلا مسافر بتاعه، مثلا انا محتاج فلوس، ممكن يحول لي فلوس مثلا على اللي هي عمله مصر، اللي هي الجنيه، وان الدولار في الارض طبعا. الدولار هو اللي في الارض. بدفع يعني مثلا لو سوري معلش، لو والدي عجبتني. حواله يعني تحويل من بره مصر. كل اللي عليك هو انك تروح اقرب بنك في البلد اللي انت شغال فيه. لازم يبقى معاك اثبات شخصيه، يعني بطاقتك، باسبورك، وهتملى ابلكيشن الحواله وتحدد فيها اذا كنت هتصرف كاش ولا هتحول لحساب حد تاني في بنك. بس كده خلاص. والله عمليه الاستلام بقى والصرف، تقدر تصرف حوالاتك فورا من اي فرع من فروع بنك اسكندريه، ومن غير ما يكون عندك حساب في البنك كمان. والله. ولازم يبقى معاك اثبات شخصيه، يعني بطاقتك، باسبورك، ابن خالتك يجي يحلف انك انت. العمليه في خطوتين زي ال1 2 كده في الكوره. 1 يجي لك رساله على تليفونك تعرف ان الحواله بتاعتك وصلت. 2 تروح اقرب فرع البنك اسكندريه وتصرفها. بس كده. وتقدر تصرفها كاش سواء بالجنيه المصري او بالدولار على حسب العمله المتحوله بيها، او ان قيمه الحواله دي تضاف لحسابك في البنك سواء كان في بنك اسكندريه او اي بنك تاني. نقولها تاني، احمد شغال في السعوديه عايز يبعت لمراته حواله في مصر، مراته ام جنى هتعمل ايه؟ ال1 SMS، ال2 تروح تصرف، ال3 تروح تدفع مصاريف مدرسه جنى. تابعونا واعرفوا مصطلحات بنكيه اكتر في برنامج اسال الخبير مع بنك اسكندريه. ولو عندك اي اسئله اكتبها تحت في الكومنتس واحنا هنجاوب عليها. ولاي استفسارات زوروا موقعنا او اتصلوا بينا على. السلام عليكم.